الخدود دي لعبتي. خليكي انت قاعده كده والوقت بيجري بينا ورمضان داخل وبعد رمضان العيد وانت لسه وشك معضم. وشك معضم مش عارفه تعملي ايه. انا جايه النهارده اديكي وصفه هتخلي وشك قمر. عارفه خدود التفاح؟ هخلي وشك خدود تفاح. بس عايزه اقول لك اعملي التركايه اللي انا هقولها لك واعملي الوصفه دي من النهارده لحد العيد وهتتفاجئي بجمال خدودك وهتحسي ان الموضوع فرق معاكي شويتين حلوين. طيب ما تقولي على طول، طب ما تصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. خش على الوصفه على طول. بصي يا ست البنات، هتجيبي لي الموزه قشرها، القلب بتاع الموزه اللي في القشره ده اكحتهولي وخديه. حطي لي عليه معلقتين من الطحينه، وبعد ما تحطي معلقتين من الطحينه زيدي لي عليها معلقه من الخميره الفوريه وتحطي لي عليها شويه ميه مغليه. قلبي المكونات دي كويس قوي لحد ما تلاقي قوامها بقى كريمي. تمام كده؟ تمام. هتعملي ايه؟ هتستني لما تبرد خالص ولما كل المكونات تاخد فوائدها وبعدين تستخدميها على خدودك وعلى بشرتك. هتديكي فوليوم حلو لخدودك وكمان هتفتح معاكي البشره وهتزيل اي تسبغات وكمان هتزيد من شباب بشرتك، يعني بتلعب شويه على الخطوط التعبيريه. الوصفه سهله والوصفه بسيطه وانت اكيد محتاجاها. بسرعه يلا قومي اعمليها. خلصتي معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.